الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إيه هي أفضل العبادات؟ أفضل العبادات الناس بتعتقد في الصلاة والصوم حج وعمرة. هذا السؤال سئل الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله لما أراد أن يكشف عند الطبيب حسام وافي، فالدكتور حسام وافي ذهب إليه في بيته قال له يعني فضيلتك مش هتجيب العيادة، أنا اللي أجيبك. فبقول بعد ما كشفت عليه سألته السؤال ده: يا مولانا إيه هي أفضل عبادة عند ربنا سبحانه وتعالى؟ قال لي أنت تقول إيه؟ قلت له الصلاة. قال لي لا. طب الصيام؟ قال لي لا. طب الحج؟ قال لي لا. قلت له امال ايه يا مولانا؟ قال لي افضل عباده عند ربنا جبر الخاطر، انك تجبر خاطر اللي قدامك ولو بكلمه او بابتسامه او بموقف او بمساعده. شوف ربنا قال في القران الكريم: ارايت الذي يكذب بالدين. مين اللي بيكذب بالدين؟ قال له ايه؟ فذلك الذي يدع اليتيم. يعني لما تجبر خاطر اليتيم أفضل حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما قابل سيدنا بشر بن عقربة رضي الله عنه وأرضاه وطفل صغير، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي، قال: ما لك يا بشر؟ قال: يا رسول الله مات أبي في المعركة، أبويا مات، أنا خلاص بقيت يتيم. شوف النبي يجبر خاطره يقول له إيه؟ قال: يا بشر أما ترضى أن أكون أنا أبوك وأمك عائشة؟ ينفع أن أنا أكون أبوك والسيدة عائشة تبقى أمك؟ شوف جبر خاطر النبي عليه الصلاة والسلام للطفل اليتيم. أنت جبرت بخاطر مين النهاردة؟ اسأل نفسك السؤال ده. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما يجبر بخاطر سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عبد الله بن مسعود لما صعد على الشجرة سخر منه الصحابة لدقة ساقيه، رجليه رفيعة. النبي جبر خاطره قال له ايه؟ قال: والذي نفسي بيده إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. رجليه اللي انتوا بتسخروا منها دي أتقل من جبل أحد. النبي جبر خاطره ولا ما جبرش؟ جبر خاطره النبي عليه الصلاة والسلام. شوف السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها بتذكر للمرأة الأنصارية ايه لما حدثت قصة الإفك. ايه اللي جرى؟ جاءت امرأة إلى الأنصار إلى أمنا عائشة تبكي معها. ايه اللي عملته؟ لقت أمنا عائشة بتبكي لأن بيتهموها بالإفك بنت عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي الطاهرة البتول. عملت ايه؟ جت جنب أمنا عائشة ما اتكلمتش. فقالت عائشة: فما تذكرت من هذه المرأة إلا أنها كانت تبكي معي. تجبر خاطرها رضي الله تعالى عنها وارضاها، تبكي معاها. انت اسأل نفسك كده جبرت بخاطر مين؟ شوف كده لما النبي عليه الصلاة والسلام يجبر خاطر كتير من الصحابة. ليه؟ لأن جبر الخاطر دي عبادة ربنا سبحانه وتعالى بيحبها. تأمل معايا كده أم النبي عليه الصلاة والسلام إزاي النبي كان يجبر خاطرها وأمنا خديجة تجبر خاطرها. مين أم النبي من الرضاعة؟ السيدة حليمة. لما تيجي البيت النبي عليه الصلاة والسلام شو بقى جبر الخاطر ازاي؟ وتنادي من؟ خديجة. ترد كده السيدة حليمة وأمنا خديجة في البيت تقول حليمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حليمة حليمة. فقام إليها رب صلى الله عليه وسلم وفرش لها رداء: كيف تيكم؟ كيف حالكم؟ انتوا عاملين ايه؟ قالت: يا رسول الله إن السماء جدبت
مفيش مطر يا رسول الله، مفيش زرع، مفيش. أمنا خديجة عملت مع السيدة حليمة إيه؟ تجبر بخاطرها إزاي؟ أعطتها 40 شاة وجملين محملين للطعام والشراب. عشان خاطر مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. تجبر إيه؟ بخاطرها عشان ترضي النبي، لأن رضاء النبي ربنا يرضى إيه؟ عنها. طيب أمهاتنا أو خالاتنا أو قرايبنا جبرنا خاطرهم؟ يا أخي حتى بالتليفون بلاش تروح، عاملين إيه؟ طب أنتوا مش عاوزين حاجة ولا الدنيا شغلتك؟ ده من أفضل العبادات عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا والله يبارك لك، فأنت في أيام طيبة مباركة، فما تنساش العبادة دي عشان ربنا يبارك لك. والحديث بقية، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.